السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون عن العبودية. باشا عبوديتي دي اللي انت جاي تتكلم فيها، انت شطبت ولا مش لاقي حاجة تقولها ولا ايه؟ دي العبودية انتهت من زمان. ما انا كنت مفكر زيك كده برضه، بس لما عرفت يعني ايه عبودية عرفت ان العبودية ما انتهتش ولا حاجة، ان هي لسه موجودة لحد دلوقتي. العبودية أو الرق هو مصطلح يطلق في حالة إن إنسان يملك إنسان آخر، يعني بتاعه هو حر فيه، وكان بيطلق على اسم المالك السيد وعلى المملوك اسم العبد، وكان في أسواق مخصصة لبيع العبيد. وبدأت العبودية مع بداية الحضارات القديمة، وتكونت منها حضارات كتير زي الحضارة الصينية والحضارة الهندية. ده بيقول لك إن العبودية كانت موجودة لأسباب اقتصادية وأسباب اجتماعية، وإنهم كانوا بيستخدموا العبيد في الخدمات المنزلية والخدمات العسكرية والخدمات البنائية الشاقة كمان. قدماء المصريين كمان كانوا بيستعملوا العبيد في بناء القصور الملكية والحفر وحاجات كتيرة. هو عبد يعني، ما انت هتعمل بيه اللي انت عاوزه، يعني هو مش هيقول لك لا ولا يقول لك حاجة. والفلاحين كمان كانوا بيستعملوا العبيد في زراعة الأراضي، لأن صاحب الأرض ما كانش هيقدر يزرع الأرض كلها. ومع بداية العصر الحديث قال لك إيه يا عم، في إيه يا عم؟ يا عم إحنا ربنا خلقنا أحرار، يعني إيه اللي إحنا بنعمله ده؟ عبودية إيه؟ نهبل يا جدعان. يلا يا عم لم لي كل الكلام ده من هنا، مش عايز أشوف عبد قدامي. وما بلاش نشوف فعلا عبيد يعني بالمعنى اللي هم عبيد مسترسلين او بيتجلدوا بكرباج او الكلام ده كله، يعني تفتكر اللي هم يلوها يعني. ده كان بيقول لك اللي هي ليها دواعي اقتصاديه ودواعي اجتماعيه. طب يعني الحاجات الاقتصاديه دي مين يعملها؟ انزل لي يا ابني بالموظف العبد بسرعه. وده طبعا مش كلامي، يعني ده كلام الكاتب الكبير عباس محمود العقاد لما كتب وقال الوظيفة هي رك القرن العشرين، وهنا كان بيقصد نفسه بعد ما ضيع عمره في الوظيفة. لوستا كارل ماركس كمان كان دايما يقول إن العبودية ما انتهتش ولا عمرها تنتهي، لأن طول ما في ناس معاها فلوس كتير قوي وناس معهاش فلوس خالص العبودية عمرها ما هتنتهي. وبعيدا عن كلام الفلاسفة والمفكرين، انت شخصيا لما تيجي تفكر كده مع نفسك وتطبق الكلام ده عليك هتعرف فعلا ان العبودية لسه ما انتهتش، لا ان بالعكس، يعني هي موجودة، بس هو تغيير مصطلحات بس، واللي هو من عبد لموظف عبد، ومن سيد لصاحب عمل، يعني هو كله على بعضه تغيير مصطلحات، والعبودية مستمرة زي ما هي. ناس كتير بيشتغلوا ب 12 و14 وساعات بتوصل ل 16 ساعة من أجل قوت يومهم بس، يعني اللي هو الأكل، ما بيعملش حاجة تاني. يعني بذمتك ودينك يا اسطى، يعني عبودية دي ولا مش عبودية؟ للأسف ده اللي كان بيحصل مع العبيد زمان، اللي هو كان بيعمل أي حاجة من أجل أكله بس. ولما تيجي تعمل مقارنة هتلاقي إن العبد زمان كان بيقعد في سوق عكاظ زي الباشا وحاطط رجل على رجل، والسيد عمال يلف على كعوب رجليه من سوق لسوق عشان يلاقي عبد يقدر يستحمل الشغلانة اللي هو يقومه بيها. عكس الموظف دلوقتي اللي هو لما بيحتاج عمل بيفضل يلف على كعوب رجليه، ويفضل يبعت في ايميلات ويعمل انترفيوهات لحد ما صاحب عمل يرضى ويوافق يشغله عنده. العبد زمان يعني لما كان بيزرجم بقى ودماغه تقفش كده على شغلانه مش عايز يعملها للسيد بتاعه، اول حاجه بيعملها اللي هو بيحرمه من الاكل، ولو زود بقى وماطل وطول فيها واتدلع بقى دلع عبيد انت عارف، يعني يقوم ساحب الكرباج من جنبه طخ طخ على ظهره لحد ما يعمل اللي هو عاوزه. وده اللي تقريبا بيحصل دلوقتي. هو انت برضه الشغل لو كتب عليك وما قدرتش تعمله بتلاقيه دخل عليك اداك كلمتين في العظم، يعني جلد ذاتك فيهم. وده الجلد دلوقتي، يعني غير زمان الجلد كان على الضهر، دلوقتي بيبقى جلد ذات، ولو كترت معاه يعني ساعات بتوصل لرفدك. بعد ما ترفد تفضل تدور على شغل لحد ما تلاقي شغل بقى تكون مت من الجوع. وده بقى ايه؟ الحرمان من الاكل، بس يعني هي جايه من ورا كده. ايه ده، هي وصلت لكده؟ يعني انا طلعت عبد وبالايجار كمان؟ والله انا كنت حاسس يعني العيشه المهلهله دي يعني اخرتها عبوديه، يعني مش هيبقى حاجه غير كده. لا لحد كده بقى، واستاذن انا، يعني السلام عليكم. لحد هنا يكون الفيديو انتهى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.